مرحبا بكم أعزائي المستمعين، نشرة موجزة لأهم الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. بركان الفرات يسقط طائرتي استطلاع لداعش. القوى الكردية تندد بتفجيرات تل تمر. الأسد يشترط تخلي المعارضة عن السلاح للتفاوض معها. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، وإليكم أهم التفاصيل. أكد الناطق باسم قوات بركان الفرات أن قواتهم تمكنت من إسقاط طائرتي استطلاع تابعتين لتنظيم الدولة الإسلامية داعش يوم الجمعة في الجبهة الجنوبية الغربية لكوباني. هذا وقال شرفان درويش أن قوات بركان الفرات تمكنت من إسقاط طائرتي التجسس في محيط جسر قرقوزاق وبلدة سرين جنوب غربي مدينة كوباني ب 35 كيلومتر بواسطة الأسلحة الثقيلة، حيث كانتا ملغمتين دون أن توقعا خسائر في صفوف قواتهم. وأضاف درويش أن طائرات التحالف الدولي قامت بقصف مواقع لتنظيم داعش الإرهابي، مما أسفر عن تدمير مصفحات وأهداف له في محيط جسر قرقوزاق من الجبهة الغربية وسط استمرار الطلعات الجوية في المنطقة. أعلنت القيادة العامة لقوات الأسايش أمس أن الهدف من التفجيرات الإرهابية التي طالت مدينة تل تمر هو زرع الرعب في نفوس الأهالي وإفراغ المنطقة من سكانها. وأكدت القيادة في بيان لها أن الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينة تل تمر مساء الخميس أدت إلى فقدان 25 مدنيا لحياتهم وجرح أكثر من 120 آخرين. وقال البيان أن عمليات البحث تحت الأنقاض ما تزال جارية حتى الآن. من جهته ندد وزير الدفاع في الجزيرة عبد الكريم صاروخان بشدة بالتفجيرات الإرهابية التي استهدفت بلدة تل تمر، معتبرا هذه التفجيرات إحدى أهم أهداف مؤتمر الرياض الذي يسعى لارتكاب المجازر بحق مكونات روجافا على حد قوله. المجلس الوطني الكردي أدان بدوره هذه الأعمال الإرهابية التي وصفها بالجبانة. وأضاف المجلس في بيانه أنهم يؤكدون من جديد على أن من أولويات التصدي لهذه الأعمال الإجرامية هي وحدة الموقف وصف الكرديين والابتعاد عن العقلية الاستفرادية والإقصائية وإفساح المجال أمام الجميع لتحمل مسؤولياتهم. وفي المقدمة المجلس الوطني الكردي والقوات الكردية التابعة له من بيشمركة كردستان سوريا. أكد رديف مصطفى السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان أن الاكتفاء بممثل واحد للكرد في الهيئة العليا لمؤتمر الرياض، والتي تعد المرجعية الأساسية لعملية التفاوض وتشكيل الوفد التفاوضي، خطوة غير مقبولة وتفتقر إلى الحكمة والعقلانية. وأضاف مصطفى أنه سيكون لهذا الموضوع تداعيات سلبية على الاتفاق والتوافق الوطني الذي أنجز في مؤتمر الرياض. ولفت إلى أن الكرد مكون أساسي من مكونات الشعب السوري، وهذا التمثيل يعد إجحافا بحقهم، وهي خطوة غير مقبولة وتفتقر إلى الحكمة والعقلانية. وفي سياق متصل، أعلن رئيس النظام في سوريا بشار الأسد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية أمس موافقته المبدئية على الحوار مع المعارضة السورية المجتمعة في الرياض، مستثنيا العسكرية منها. وقال إن المعارضة يجب أن تحوز شرطين حتى تسمى معارضة ويؤدي الحوار معها إلى نتيجة: أولا أن يكون نشاطها سياسيا فقط لا عسكريا، ثانيا أن يكون ولاؤها وقاعدتها في البلد لا في الخارج. وأوضح الأسد أن بعض من مجموعات المعارضة السورية التي تشارك في اجتماعات السعودية مسلحة ولن نتفاوض معها قبل ترك سلاحها. مستمعي هي بي اف ام، نهاية الموجز. أشكركم على حسن الاستماع.